وانا برول على التيك توك ظهرت قدامي مشكلة مداهم 3 سبعات. عرفت ان هو اتخطف، وبعديها اتسرب له مقطع فيديو من كاميرا مراقبة وهو قاعد في غرفة ودخل عليه حد فهو قام مفزوع، والمقطع خلص على كده. بعديها برضو بكام يوم ظهر مداهم نفسه في فيديو في لايف، وصرح بان هو مطعمه اتقفل، وقال ان مفيش حد يعرف يخطف صعيدي. ما فيش صعيدي بيتخطف، تمام. رقم اتنين، انا بيتي اتخرج الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. انا المطعم بتاعي اتقفل. مش هقدر اتكلم عن الموضوع دلوقتي، بس هو اتقفل الحمد لله، وعسى يكون خير ليا طبعا. ومش طالب منكم حاجه غير الدعاء، وهو ده اللي كان مغيبني الفتره دي كلها، ولسه غايب شويه كمان بسبب الموضوع ده. وادعوا لي ادعوا لي. هل ده انكار اللي حصل له؟ يعني بيحاول ينكر اللي حصل له، ولا دي كانت حاجة علشان الترند؟ طيب لو مطعمه اتقفل فعلا يبقى مداهم كان مخطوف، وده كان نوع من انواع الضغط. بس مين اللي خطفه؟ مين اللي ورا الموضوع ده؟ الايام الجاية